ثانية واحدة بس كده، انا مصدومة بجد. انا تقريبا اخر حد يجرب شيبسي عمان، وسعود طبعا ضايقه قبل كده. انا بقى جايبه واحد عشان انا اللي ادوقه لوحدي. بسم الله. بسرعه بس بسرعه، مش عارفه ليه، عشان متحمسه قوي. وبرده بقالي فتره كبيره هنا ولسه ما جربتوش، عشان خاطر مستنيه اجربه معاكم، عشان اشوف بقى شيبسي عمان اللي الناس كلها بتتكلم عليه عامل ايه. بطاطس عمان. بطاطس عمان، شيبسي عمان ولا بطاطس عمان؟ بطاطس عمان بنكهة الفلفل. هو اللي انا استغربته ان هو مفيش غير هو واحد بس، مفيش نكهات تانية. لا. وان هو بنكهة الفلفل، انا كنت فاكراه بطاطس بالملح عادي يعني. حتى عماله اقول له طب انا عايزه ادوق العادي منه، انا عايزه ادوق العادي منه. هو انت بتاكل ليه؟ عادي انا عارفه. ثانيه واحده بس كده، انا مصدومه بجد. عشان هو شيبسي يعني بطاطس عاديه بالفلفل، مش حاجه يعني في ايه. انا عماله بدوق حتى كذا مره ورا بعض اقول يمكن في حاجه مختلفه. شيبسي طعمه فلفل بس حلو حلو، رفيع كده يعني. هو المختلف فيه ان البطاطس بتاعته ارفع من البطاطس العاديه. لا انا كنت متوقعه بقى طعم فظيع او حاجه كده، مش هقدر يعني، لازم هقعد اكله. مش الدرجات دي يعني. بس هو حلو يعني. انا احب ان هو يبقى موجود في السوبر ماركت في مصر مثلا جدا يعني، واعتقد ان انا هفضله عن حاجات كتير جدا موجوده. بس صح، هو فعلا مش مزيت خالص يعني، علشان بس ايه الهايب اللي عليه دي بتخلي الواحد كده يعني. لا ده فظيع، هو حلو جدا، اديله 8 من 10 كشيبس وكطعم حلو، والطعم الفليفر، بس هي الفليفر مش تقيله قوي يعني. بص انت بعد اللي انت بتقوليه ده انا تمام. بس هو عامة مفيش حاجة طعمها فظيع اللي هو ايه ده الطعم ده. عادي يعني، كل حاجة طعمها تمام. أيوة. هي طعمها حلو شوية زيادة، طعمها مش حلو قوي، بس في الاخر يعني مفيش حاجة اللي هو يا دوقت الطعم ده قبل كده. لا بالظبط، فهو هي دي النقطة يعني. لو انتوا دقتوا شيبس عمان وبتحبوه فده تمام جدا، لو انتوا ما دقتوش شيبس عمان فبرضه يعني ايه مش فايتكم حاجة فظيعة يعني. هو شيبس بطعم الفلفل ولطيف وخلاص. خلصت كده انا خلاص. وكده تكون شيماء جربت شيبسي عمان لأول مرة. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وفولو، ونشوفكم الفيديو الجاي.